قبل ما نبدأ صلوا بينا على النبي. بيبدأ مسلسلنا أفوه بيكون بيعاقب واحدة من عيلته، عرف إنه كان ليها دخل بموت مامته وهي بتنفجر فيه، وبتعرفه إنه كان المفروض يموت مع مامته المريضة وبتغلط في مامته، وهو بكل هدوء بيضربها وبيقول لها إنه بيشكرها لأنه لولا وجودها ما كانش هيرجع هنا علشان ينتقم. وبنعرف إن مامته كانت مصابة بإعاقة، ودي هي اللي حرقت البيت اللي مامته كانت فيه، وهو ساعتها كان معاه وكان لسه طفل، ومامته كانت تقدر تخرج بس قررت تضحي بنفسها علشان تنقذه. وبيعرف منجو إنه هيخليها تعيش حياة أسوأ من الموت، وفي النهاية بيقرر يقتلها برضه. وبنعرف انه حاليا واحد من اشهر رجال الاعمال وكمان زعيم عصابه. هو بيكون مبسوط باللي عمله. بعدها بيشوف واحده بترقص باليه وبيعرف انها ران، وبنعرف انه قابلها قبل كده وانها ساعدته وكانوا اصدقاء وفضل معاها فتره طويله. وفي عيد ميلاده 18 قررت تحتفل بيه على طريقتها الخاصه، ولانها بتحب رقص الباليه فقررت تقدم له عرض رقص ساعتها، ودي كانت اخر حاجه حصلت بينهم قبل ما يختفي ويسيب المدينه اللي كان فيها ساعتها. وبنعرف انه مر على الموضوع ده اكتر من 10 سنين، وانه راجع دلوقتي علشان ينتقم، بس طبعا رجع من غير ما يعرفها ولا حتى يودعها ساعتها. وبنعرف ان لحد دلوقتي بيحبها برغم تصرفاته، وهي بيكون معاها شخص اسمه جيانج، وبنعرف انهم مرتبطين. وبتكون بترقص وبعد ما بتخلص جيانج بيشجعها، وبنعرف انها في مدرسة رقص وان حلمها تكون افضل رئيسة باليه في العالم. وبتكون حزينة لان مامتها مش قادرة تشوفها وهي بترقص. وبنعرف ان مامتها كانت راقصة باليه مشهورة بس عملت حادث وصابت بإعاقة، وفي الوقت الحالي فقدت عقلها. وجيانج وشي بيطمنوها ان هيجي الوقت لما مامتها تخف وتشوفها وهي بترقص في عرض، وهي بتشكر جيانج لانه طول الوقت بيدعمها، وبتأكد انه لولا وجوده حياتها كانت هتبقى اصعب. وبنعرف انهم مع بعض من اكتر من 6 سنين، وهو بيفاجئها وبيعرض عليها الجواز، وبيكون في ناس كتير موجودين والكل بيشجعها علشان توافق. وهي بتكون سعيدة لانها بتحب جيانج. وفو بيجي وبيقف لحظات وبيتعصب وبيشوف ان مش من حق حد يتجوزها غيره هو، وبيرمي بدلته وبيشاور لرجالته اللي بيتحركوا، وبيجبروا الناس اللي كانت واقفة تتفرج انهم يهربوا من المكان. وبيروح لران وجيانج وهي بتحس برعب لما بيشوف نظرته، وهو بيضرب جيانج وبيعرفه انه مش من حقه يتجوز ران لانها ملكه هو بس. وهي بتطمن على جيانج وبتساعده يقوم، وفو بيطلب منها تقرب منه، والناس بتكون خايفة منه لانه الكل عارف انه شخص متهور، وهي بتكون عارفاه بس طبعا مش فاكرة ان هو الولد اللي كان صديقها من 10 سنين. ولما بترفض تروح له بيسألها لو كانت تعرفه، فبتقول له ايوه وانه فو رئيس مجموعة جيانفو، وانه هو اذى خطيبها وبتهدده انها تبلغ عنه الشرطة. وبتسند جيانج وبتكون هتمشي معاه بس فو بيشدها وبيحضنها، ولما بتحاول تبعد بيمسكها من رقبتها. وجيانج بيحاول يتحرك ناحيتها بس بيثبت مكانه لما بيلاقي اسلحة رجالتهم مصوبينها عليه. وفو بيعرف ران انها من النهارده هي بتاعته، وانه خلاص علاقتها بجيانج او باي حد تاني انتهت، وبيقبلها غصب عنها وهي بتزقه. وجيانج مش بيقدر يتدخل من تهديد رجالة فو. وفو بيبتسم وبيعرف ران انها لطيفة من اول مرة شافها فيها، وهي بتتعصب عليه وبتكون بتعيط وبتقول انه شطاره انه مش كفاية انه دمر مامتها، لا كمان بيحاول يذلها. وهو بيتخض لان اول مرة يعرف حاجة عن موضوع مامتها ده، وبيسألها تقصد ايه، فبتقول ان مامتها كانت في طريقها للمسرح علشان تأدي العرض بتاعها، بس يوان ابن عمه كان سكران وخبطها بعربيته، وان بعد اصابة رجلها فقدت عقلها ولحد دلوقتي بتتعالج في المستشفى بسببه. ويوان ابن عمه متعاقبش علشان قريبه مش اكتر، وعلشان كمان هو اتدخل، بس بنعرف انه ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده. وهي بتعرفه انه مستحيل تتجوزه حتى لو كان هيقتلها، فبيقول لها انه مستعد يجيب لها يوان وتعمل فيه اللي هي عايزاه، وبيقدم لها هدايا وبيعرفها ان دي مجرد هدايا بسيطة علشان خطوبتهم، وان بعد جوازهم هينقل عيلتها نقلة تانية وهيخليهم من اغنى العائلات، وانه كل حاجة ملكه هتكون تحت تصرفها تعمل فيها اللي هي عايزاه. فبتضربه بقلم وبتسأله لو كان فاكر انه هيشتريها بفلوس الملوثة، وبتأكد ان حتى لو جاب كل فلوسه وحطها تحت رجلها مستحيل برضه تتجوزه، وبتكون هتضربه تاني بس هو بيشدها، فبتصرخ فيه وبتطلب منه ما يلمسهاش، وبيفضل ماسكها وبيخلي رجالته يرموا عليها فلوس. وشي بيتعصب عليه وبيطلب منه يسيبها وبيهدده انه هيقتله، وفو بيعرفه انه في النهاية هو اللي هيسلمها له. وبنعرف ان شي يبقى جوز مامتها، وفو بيشدها وبياخدها معاه غصب عنها، وشي بيكون رايح وراها بس رجالة فو بيضربوا نار، وهي بتحاول تبعد فو اللي بيحضنها ومش بتقدر، وبيعرفها انه مستحيل تاني يخليها تقرب من حد غيره، وانه كمان هيمنعها من الرقص، وان النهارده هو اخر يوم ليها على المسرح. فبتزقه وبتضربه بقلم وبتسأله اللي بيعمل كده معاها، فهو بيسألها لو فعلا مش فاكراه، وبيفكرها لما قدمت له رقصة هدية في عيد ميلاده، وهي بتفتكر وبتعرف انه هو اللي اتخلى عنها من غير اي سبب. وبنعرف انه كان اسمه ساعتها شين نيان، وبتكون مش مصدقه انه تحول للشيطان ده، وبتعرفه انه شين كان مختلف، وبرغم انه فقير كانت حياته افضل، وكمان برغم انه بيشتغل في 3 وظايف علشان يكمل دراسته كان بيحب يساعد اللي حواليه، مش زي الشخص اللي بيتعمد يذل كل اللي حواليه وبيرفض يرحم اي حد. وهو بيدوس على رقبتها وبيشدها وبيحاول ما يديش لنفسه فرصه يتاثر بكلامها، وبيعرفها انه طول فتره بعدهم كان بيحبها،
وإن برغم اللي مر بيه بس هي كانت جواه وحبه السري، وإن دلوقتي جه الوقت اللي يتجوزوا فيه. وهي بتصرخ فيه وبتقول إنه لو كان شين كان هيفتكر إنها أنقذته، وإنه ما كانش هيعملها بالشكل ده كرد لجميلها عليه. فبيقول لها إن رد الجميل إنه يتجوزها لأنه بيحبها، وهي بتزقه وبتسأله إيه اللي عاجبه فيه علشان يتجوزها بالشكل ده، وبتأكد إنه حب حياتها هو جيانج وإنه مستحيل تتجوز غيره، وبتنصحه يبعد عنها وما يزعجهاش لأن كده بيضيع وقته مش أكتر. وبترمي عليه وردة وبتقوله إنها بترفضه، فبيتعصب وبيسألها إزاي جاتها الجرأة توقف قصاده وترفضه، وكمان تذكر شخص تاني قدامه. وبيتعصب وبيشدها وبيحاول يقرب منها فبتصرخ فيه، وبتعرفه إنه حتى لو أجبرها تتجوزه هتكرهه وهتفضل طول حياتها بتكرهه إنه مستحيل تحبه. وبتبعده فبيقول لها إنه حبها أو كرهها ليه مش هيغير رأيه في إنه يتجوزها، وإنها تفضل معاه حتى لو اضطر إنه يكتفها علشان تكون جنبه. وهي بتضربه بقلم وبتقول إنه غبي. هو بتكون ماشية فبيقول لها إنه قدامها 3 أيام وهترجع له، فبتقول له إنه بيحلم وبتمشي. وهو بيتصل بشركة وبيطلب منهم يبنوا منزل خاص علشان ران هتعيش فيه بعد جوازهم. وهي بترجع البيت وشي وجيانج بيكونوا مستنيينها وبيجروا عليها لما بتدخل وبيطمنوا إنها بخير، وبيتكلموا عن فو بتعرفهم إنه شخص مجنون وإنه عايز يجبرها تتجوزه، وهما بيكونوا عارفين إنه مش هيقدروا يقفوا ضده وإنه صعب حد يمنعه إنه يعمل اللي هو عايزه. وهي بتعيط وبتلوم نفسها وبتشوف إن ده غلطها من البداية وإنه أصلا ما كانش المفروض إنها تنقذه. وشي بيطمنها إنه مستحيل يخليها تعمل حاجة غصب عنها وإنه هيقف ضد فو حتى لو دفعت ثمن حياته. وبيتفقوا إن هي وجيانج يتجوزوا زي ما خططوا وإنه لازم يسرعوا في ترتيبات الجواز. وجيانج بيطمنها إنه هيحميها ويهتم بيها. وبيجي موعد يوم جوازهم وبيكون حفل بسيط ومش بيعزموا حد، وبيكون موجود معاها غير عيلتها، ومامتها بتكون موجودة برغم حالتها الصعبة. وبنعرف إنها مش عارفة حد من اللي حواليها، وران بتحاول تتكلم معاها وتعرفها بنفسها بس محاولتها بتفشل. وبتعيط وجيانج بيهديها، وبيتفقوا إنهم بكرة يسافروا من المدينة. وبتكون عرفت إن في دكتور كويس ممكن يساعدهم في علاجها، ووالدها بيطلب من الكاهن يبدأ في طقوس الجواز. وبنعرف إنهم قرروا يتجوزوا هنا دلوقتي، وبعد سفرهم يبقوا يوثقوا جوازهم بشكل قانوني. ومامتها بتعيط من غير أي صوت أو حركة، وفجأة بيسمعوا ضرب نار قبل ما ترد بموافقتها على الجواز من جيانج. وفو بيوصلوا بيعرفهم إنه بيرفض جوازهم، وبيحط المسدس على دماغ جيانج، وبيتعصب عليه وبيعرفوا إنه حذره وطلب منه يبعد عن مراته. وجيانج بيكون مرعوب بس بيتعصب عليه وبيطلب منه يقتله، وإن ده مش هيخلي ران تختاره لأنها بتحبه هو بس، وهو فعلا بيكون هيقتله. بس ران بتشد المسدس وبتحطه على دماغه وبتطلب منه يقتلها هي، ويسيب جيانج لأنه مالوش ذنب في إنها ما تحبوش. وفو بيتضايق إنها بتعمل كده علشان جيانج، وبيسألها لو كانت بتحبه للدرجة دي، وبيصرخ فيها فبتقول له أيوة. فبيقول لها إنها عارفة إنه ما يقدرش يأذيها بس تعرف كمان إنه يقدر يأذي أي حد تاني. وبيهددها بمامتها وبيضرب طلقة قدام مامتها اللي بتصاب بحالة هستيرية من الصدمة، وبتفضل تصرخ وتتراش. وشي وران بيحاولوا يهدوها، وهي بتمسك اتشي وتعضها من شدة الخوف. وران بتصرخ فيه وبتعرفه إن عيلتها مالهاش علاقة بمشاعرها ناحيته ورفضها ليه، وبتطلب منه يبعد لأن مامتها لازم ترجع المستشفى دلوقتي بعد الصدمة اللي تعرضت لها. وهو بيرفض يتحرك وبيشاور للدكتور اللي هي كانت عايزة تروح له، ومامتها بتفضل تصرخ برضه، وبيعرفها إن معاها علاج مامتها واللي هي بتدور عليه. وبيفرغ حقنة في الهوا وهي بتعيط، وبتبص لمامتها وبتبص له وبتترجاه يدي العلاج لمامتها وإنها مستعدة تعمل اللي هو عايزه. فبيرمي من إيده المسدس وبيخرج خاتم وبيعرض عليها الجواز، وهي بتسأله لو كان عايز يتجوزها مقابل علاج مامتها. فبيقول لها إن علاج مامتها سهل بالنسبة له وإنه مستعد يجيب لها أي حاجة لو وافقت تتجوزه. وهي بتبص لمامتها ولجيانج اللي بيصرخ في فو، وبيعرفوا إن تصرفه ده غير قانوني وغير أخلاقي كمان. وفو بيقول لران إن الدكتور معاه 3 حقن، وإنه كل ما هتتأخر في الرد فرصة مامتها في العلاج هتقل، وبيخليه يكسر حقنة تانية. وهي بتصرخ فبيكسر 2، وقبل ما يكسر الأخيرة بتوافق وبتاخد منه العلبة اللي فيها الخاتم وبتلبسه، وبتوريه إيدها وهو بيطلب من الكاهن يبدأ في إجراءات الجواز. والكاهن بيطلع من تحت الترابيزة اللي كان مستخبي تحتها، وبيختم شهادة جواز بسرعة وبيديها لفو. وبيعرفوا إنه كده مش باقي غير إنهم يوثقوا جوازهم، وهي بتطلب منه يعالج مامتها. فبيدي أوامر للدكتور علشان يديها الدواء، وبتبدأ تهدى. وفو بيطلب منهم ياخدوها على المستشفى الخاصة بتاعته. وران بتكون رافضة لأنها خايفة على مامتها وبتتهمه إنه عايز يسيطر على مامتها، وبتقول إنها خلاص وافقت على جوازهم وملوش لازمة اللي بيعمله ده. فبيقول لها إنه بيعمل كده علشان قلقان على حماته وعلشان يتأكد إنها تحت أفضل رعاية، مش علشان يسيطر عليها زي ما هي فاكرة. بس هي بتكون مش مصدقة ولا واثقة فيه، وفي النهاية بينفذ اللي عايزه غصب عنه وعن جوز مامتها اللي بيحاول يمنعهم. ورجالته بيزقوه وبياخدوا مامتها وبيمشوا، وهو بيفضل حاضنها وبيشدها علشان ما تروحش ورا مامتها. وبيعرفها إن من اللحظة دي لازم تعرف إنها مرات فو وإن لازم تتعود على كده. وبيعرفها كمان إن ممنوع تتحرك أو تروح أي مكان من غير إذنه، وبيشيلها وبياخدها وبيمشي. وجيانج بيكون متجمد مكانه مش بيصدق اللي بيحصل وإنه خلاص خسرها. وفو بيشدها وبيقدمها للخادمات، وبيعرفها إن ده هيكون بيتهم هما بس، وبيكون جايب لها فستان رأس باليه. وبيعرفها إن
إن من النهاردة ممنوع ترقص في أي عرض تاني، ومش هترقص غير ليه هو بس. وهي بتفكر تصرخ وتعترض بس بتفتكر مامتها وإنها معاه، وبتسيطر على نفسها وبتنفذ كلامه، وبتاخد الفستان وبتروح تلبسه وبتيجي، وبتحاول تتعامل معاه بشكل طبيعي برغم إنها ما بتكونش قادرة تتحمل وجوده. وهو بيعرفها إنها مش هتعمل غير اللي هو عايزه، هو بيكون هيحضنها بس هي بتزقه وبترقص. وهو بيفكر في آخر مرة ساعة عيد ميلاده، هو بيشدها وبيحضنها وهي بتكون حاسة بخوف. هو تاني يوم بتكون عايزة تخرج علشان تزور مامتها، لكن بيرفض وبيشدها وبيقربها منه، وبيعرفها إن هو عائلتها من دلوقتي وإن لازم تخلي كل اهتمامها بيه هو بس. فبتتعصب عليه وبتعرفه إنه مستحيل تسيب والدها ومامتها، وبتتهمه إنه مجنون علشان بيقارن نفسه بيهم، برغم إنه عارف إنها اتجوزته علشان مامته أصلا. وهو بيتكلم عن شي وجانج وبيهددها بيهم وبتتضايق منه أكتر. من بعدها بيقول لها إنه عنده مفاجأة ليها، وبيجيب لها هيوان اللي خبط مامتها بعربيته علشان تعاقبه، وبيعرفها إنه عاد قبل جوازهم إنه هيجيبوا لها ودلوقتي بيوفوا بوعده. وهي بتضرب هيوان بقلم، وبنعرف إنه لما اشتكوه تعامل معاهم بشكل وحش، ورفض حتى إنه يعترف بغلطه. وهو بيترجاها السمح وبيكون متبهدل، وبيعرض عليها التعويض اللي هي تختاره. وفو بيديها سكينة وبيعرفها إن من حقها تعمل اللي هي عايزاه. وهي بتكون بتتكلم مع هيوان، وفجأة بتلف وبتحاول تضرب فو بالسكين بس بيمسك ايدها. هو بيسأل عن سبب تصرفها، فبتقوله إن أي شخص من عيلة فو ما يستحقش يعيش، لأنهم شايفين إن من حقهم يعملوا أي حاجة وإنهم فوق القانون. فبيمسكها من رقبتها وبيعرفها إنه ما يعرفش حاجة أصلا عن مشكلة مامتها، وهي برضه بتشوف إنه السبب لأنه بيساعدهم. فبيطلب من المساعد يرجعها جناح الزوجية، ويعرف الجميع إنها ممنوعة من الخروج لحد ما هو ياخد قرار إنها تخرج. وهي بتتضايق منه وبتعرفه إنه عندها جامعة، فبيقول لها من دلوقتي ما بقاش عندها أي حاجة غير إنها تهتم بيه هو بس. هو بتمشي في النهاية وهو بيسلم هيوان للشرطة علشان ياخد عقابه. من بعدها بتكون بتتمشى في الجنينة وهو بيجي يحضنها، وبيعرفها إن يسلم هيوان للشرطة علشان يحقق العدالة. فبتقوله إن العدالة إن يسيبها تمشي ويخرج من حياتها. هو بتمشي من جنبه والمساعد بتاعه بيقترح عليه إنه يخرج معاه ويتعشوا مع بعض، وهو بيوافق وبياخدها وبيخرجوا وبيحجز المطعم كله. وبيعرفها إنه جاب طباخين من أفضل الطهاة في العالم علشانها، وهي بتطلب منه يبعد عنها ويخلي مسافة بينهم. فبيقول لها إنه ما يقدرش يعيش من غيرها وبيقعد جنبها. وواحد من الطهاة بيجي وبيكون لابس قناع وبيديها ورقة، وبيوقع الطبق جنبها وفو بيتعصب عليه، وهي بتخبي الورقة بسرعة. وفو بيروح له وبيعرفه إنه لازم يتعاقب لأنه وقع طبق مراته ودي حاجة كبيرة عنده، وبيقرر يكسر إيده. بس رام بتتدخل وبتعرفه إن هي اللي غلطت وخبطت الطبق من غير قصد. فبيمسكها من رقبتها وبيسألها لو بتحاول تحمي الطباخ وبتكذب عليه، وبيأكد إنه بيرفض تصرفها. فبتقوله إنها مش بتكذب وبتقول الحقيقة. وبتطلب من الطباخ يمشي بس هو بيطلب منه يستنى، وبيكون حاسس إنه شافه قبل كده، وبيطلب منه يشيل القناع وبيخرج مسدسه. وهو بيكون هيشيله بس رام بتلحقه وبتحط ايدها في الشوربة وبتتلسع وبتصرخ، وفوق طبعا بينشغل معاها. وهي بتتعصب على الطباخ وبتقول ان هو السبب وبتصرخ فيه وبتطلب منه يمشي. وفو بيشاور له علشان يمشي وبيحاول يشوف ايدها، بس هي بترفض وبتسيبه وتمشي. وبيطلب من الخادمه تجيب له مرهم حروق، وهي بتروح للطباخ اللي بيكون جيانج، وبيعرفها انه جه علشان يساعدها تهرب من هنا. وهي بتكون خايفه عليه لان المكان كله مليان حراس، فبيطمنها انه مش خايف وانه مستعد يعمل اي حاجه علشانها. وبيديها دواء علشان تاخده، وبيعرفها انها تتعب وينقلوها المستشفى، وهناك هيقدر يهربها. وفو بيجي وبيكون بيمشي من غير صوت، بس قبل ما يوصل جيانج بيكون مشي. والخادمه كمان بتيجي وبتجيب له مرهم الحروق. ورام بتتعصب على فو لانه خضها بسبب انه بيمشي من غير صوت، وبنعرف انه كان شاكك فيها بس ما قدرش يوصل لحاجه. وبتمشي معاه وبتتعمد تهدي الامور دلوقتي علشان ما يشكش فيها. وبعد ما بيعالجها بيسألها لو هتفضل تعامله بالشكل ده دايما، وهي مش بترد. وتاني يوم بتراقب الوضع في البيت، وبتكون مستنيه جواب من جيانج بس مفيش حاجه بتوصل. وبتفضل قلقانه وبيكون باين عليها. وبتتغدى مع فو اللي بيسألها لو كانت مستنيه حاجه او حد، فبتقوله لا لان مفيش حد يقدر يقرب منها طول ما هي معاه. وبيقطع الاكل وبيدولها وهي بترفضه، فبيتضايق منها وبيقرب منها وبيشدها وبيحذرها من تصرفاتها لانها دايما بترفض اي حاجه يديها لها. وهي بتعرفه انها مش بتحب اي حاجه هو يلمسها، وان لازم يعرف انها بترفض السيطره عليها بالشكل ده. وبترفض كمان ان يحاول يجبرها على حبه والتعود عليه. فبيقول لها ان لازم تعرف انها ليه، وانها مش هتكون زهرة مشرقة غير وهي في حياته هو بس، والا حياتها هتتحول جحيم. وبيقرب منها غصب عنها وهي بتزقه وبتبعده. ورسالة بتوصل والخادمة بتجيبها لها، وهو بيكون لسه واقف جنبها وبيشدها وبيحضنها. وبيعرفها ان واضح من بداية اليوم انها متضايقة، بس لما استلمت الرسالة الوضع اتغير. وبيسألها عملت ايه من بداية اليوم والرسالة دي من مين. فبتقوله انها مسجونة طول اليوم واكيد هو عارف عملت ايه. وبتبعده علشان تطلع غرفتها بس هو بيرفض يسيبها وبيشيلها. وفجأة بتتعب وبتفقد الوعي وبينقلها المستشفى. وهو بيكون متعصب وبيحذر الدكاترة اللي حصل لها اي حاجة او ما قدروش ينقذوها هيقتلهم كلهم. وبيدخلوها الغرفة وجيانج بيكون متنكر في لبس دكتور، وهي بتفوق وبيديها لبس بتاع ممرضة علشان تلبسه ويهربوا. وفو بيكون مستني قدام الغرفة وبيحس برعب من خوفه عليها. وهي بتجهز وبتخرج مع جيانج، وبتشوف القلق والخوف اللي مسيطر على ملامحه. وهي كمان بتكون ماشية بخوف وبتخاف أكتر لما بتوصل عنده. وهو بيمسكها وجيانج بيكون معاها. هو بيتعصب عليهم وبيسألهم رايحين فين وسايبين مراته بتعاني في الغرفة. وبيصرخ فيهم وجيانج بيكون هادي، وبينادي رام باسم تاني وبيكلمها على إنها ممرضة.
وبيعرفوا إن مراته محتاجة دم لأنها عملت عملية ونزفت كتير، وبيطلب منها تروح بسرعة تحضر الدم المطلوب. وهو بيصرخ فيهم وبيهددهم إن لو حصل حاجة لمراته هيهد المستشفى على اللي فيها. وجيانج بيهدي الموقف وبيقدر يخلي ران تعدي من جنبه، وهو بيكون متعصب وبيضرب الحيط. وجيانج وران بيخرجوا من المستشفى، وبتكون في عربية مستنياهم وبتاخدهم وبتمشي بسرعة. وفو بيكون بيكلم نفسه وبيحاول يقنع نفسه إن ران هتكون بخير، وبيقرر يتبرع بمبالغ كبيرة. وبنعرف إنه مستعد يعمل أي حاجة علشان تكون كويسة. وبنعرف إنه طلب طقم طب عالمي، والمساعد عرفوا إنهم وصلوا علشان يشرفوا على حالة ران. بس فجأة بيجيله إشعار بمكانها، وبيطلب من المساعد يبص في الغرفة ومش بيلاقيها. وبنعرف إنها في طريقها للمينا، فبيطلب من المساعد إنه يحاصر المينا ويمنع أي سفينة إنها تغادر المكان. وبيتضايق لأنها قدرت تخدعه وبيروح علشان يحصلها. وهي وجيانج بيكونوا خلاص بيعملوا الإجراءات الأخيرة علشان يسافروا، وبيكون معاهم شي ومامتها وهي بتكون مبسوطة. وبيكون قدامهم خطوة واحدة ويكونوا عدوا مرحلة الخطر، والخطوة هي إنهم يعدوا البوابة الأخيرة قبل ركوب الباخرة. بس في آخر لحظة فو بيجي وبيزق شي، وهي بتتعصب عليه وبتعرفه إن كل حاجة من تخطيطها هي، وإن ملوش لازمة يعاقب أي حد تاني. فبيقرب منها وبيحط المسدس على وشها، وبيقول لها بكل هدوء إن كل مرة هتحاول تهرب فيها لازم شخص يدفع تمن تصرفها. وبيهددها بشي وبيعرفها إن هو اللي هيكون التمن المرة دي، وبيخلي رجالته ياخدوه. وبعدها بتسمع صوت ضرب نار وبتفتكرهم قتلوه، وهي بتعيط وبتلوم نفسها وبتعرفه إنها مش هتكرر تصرفها. وجيانج بيتضايق منه وبيعرفه إنه شخص مجنون وبيعامل الناس على إنهم لعبة، وليه الحق إنه يتحكم في حياتهم. فبيشاور لرجالته وبيخليهم يمسكوه ويوقعوه على الأرض. وجيانج بيعرفوا إن ده مش هيغير حاجة من حقيقته إنه مجرم، فبيضربه وهي بتمسك إيده وبتصرخ فيه. بس هو بيكسر رجل جيانج وبعدها بيمسكها من رقبتها، وبيقول لها إن ده عقاب المرة دي علشان فكر يسرق منه مراته، وإنه هيسيبه دلوقتي بس المرة الجاية لو فكر بس يكلمها تاني هيقتله. وبيطلب من المساعد بتاعه ياخد حماته على المستشفى، وهو بيشران وبياخدها البيت غصب عنها، وبتحاول تضربه فبيمسكها وبيقول لها إنه صبر عليها أكتر من اللازم. فبتصرخ فيه وبتسأله لو كان قادر يعيش معاه وهو عارف من جواه إنها رافضاه. فبيقول لها إنها تتعود على وجوده، وهي بتعرفه إن حتى لو تعودت مستحيل تقدر تغير اللي جواها من ناحيته. فبيقول لها إنه عايزها بكل ما فيها حتى بكرهها ليه، وبيحذرها لو فكرت في الهروب تاني. وهي بتعرف إنه بيتكلم جد وبتستسلم، وبيعرفها إنه هيسافر في شغله وعايز يرجع يلاقيها مستنياه وبيمشي. وبيتصل وهو ماشي بالخادمة علشان يعرف أخبارها، وبيعرف إنها رافضة تخرج من الغرفة أو تاكل أي حاجة وبيتضايق. وبيرجع من السفر وبيدخل لها وبيتعصب عليها، وبيلومها لأنها بتتعمد تأذي نفسها علشان تنتقم منه. فبتقول له يبقى كده انتقامها ناجح طالما حس بالظلم. وبتأكد إن إحساسه ده بيخليها سعيدة جدا إنها قدرت تنتقم منه حتى لو كان بجزء بسيط. وبتأكد كمان إنها مستعدة تعمل أي حاجة علشان ما يحسش بالراحة في حياته. فبيمسكها من رقبتها وبيعرفها إن لو ماتت هيقتل عيلتها معاها، وبيطلب منها تسمع كلامه وساعتها هتكون حياته تحت أمرها. وبيشيلها غصب عنها وبياخدها علشان تاكل، وفعلا هي بتاكل غصب عنها، وبتستغرب لأن طعم الأكل زي الأكل اللي شي بيعمله، وهي لسه طبعا فاكرة إنه قتل شي. بس بنعرف إنه هو والنفو ما قتلوش ولا عمل له حاجة ساعة ما حاولت تهرب، وإنه وصل لها إنه قتله علشان ما تحاولش تهرب تاني. وبنعرف إنه اداله مبلغ كبير علشان يجي ويحضر لها الأكل، بس هو رفض ياخد أي فلوس. ولما عرف إنها رافضة تاكل عمل لها أكل لأنه كان قلقان عليها مش أكتر. ونفو ساعده وخلفه يعمل كل حاجة وبقى يديله تعليمات. وفو ساعتها اتعصب عليه لأنه صف إيده وهدده، بس هو ما همهوش حاجة. هو بيكون رابط إيده علشان الإصابة بس هي مش بتهتم، وبيطلب منها الشوفة فبتدوس عليها وهو بيبتسم، وبتكون فاكرة إنه مش مصاب وبيكذب عليها، بس هو بيكون مبسوط علشان مسكت إيده. وبيعرفها إنه لما كان يعمل أي مشكلة ويتعرض للضرب كان بيحس بسعادة لما بتمسك إيده، وإنه حب يجرب الشعور ده تاني دلوقتي علشان يتأكد إنها ما اتغيرتش. فبتقوله إن هو اللي اتغير وبقى شخص شرير وأكبرها تكون هنا وتفضل معاه. وبتقوله إن مفيش حب بيكون بالشكل ده وإنه مجنون. فبيعرفها إن طالما ما حاولتش تهرب مستعد ياخدها أي مكان. فبتطلب منه تروح المسرح وهو بيوافق، وبياخدها وهناك بتجيله مكالمة، وبيعرفها إن في نظام مراقبة في الخاتم وإنه مصنوع علشانها، وبيحذرها من محاولة الهروب وبيسيبها وبيخرج. وهي بتقابل 2 من زميلها في الفرقة، وبنعرف إنهم مش بيحبوها وبيعملوا معاها مشكلة، وبيكونوا عايزين يضربوها. والموظفة بتبلغ مساعد فو، ولما بيقولوا بيسيب الناس اللي معاه وبيروح لها بسرعة، وهو بيحذرهم وبيسيبوها وبيطمن عليها، وهما بيأكدوا إنهم كانوا بيتكلموا معاها مش أكتر. وهو بيطلب مران تعمل اللي هي عايزاه فيهم، فبترفض وبتعرفوا إن هو السبب في اللي حصل بعد طردها من الفرقة، وإن دلوقتي مش هتقدر تتفوق عليهم، وإنها بترفض تتصرف بطريقته وبتمشي. وهم بيفضلوا يترجوا فيه يسيبهم، وهو بيتعصب عليهم لأن بسببهم زعلت منه تاني، وبيطلب من رجالته يعاقبوهم. وبيروح وراها وبيشدها وهي بتعيط، وبتعرفوا إن وجوده في حياتها دمرها، وإنه السبب في إنها ما تكملش مع الفرقة بعد ما كانت تحقق حلمها. وهو بيطلب منها ما تبكيش وبيحضنها، وبتحاول تبعده لكن بيرفض يسيبها، وبيعرفها إنه ياخدها لمامتها وجيانج بيشوفها معاه، وبيكون اتدمر بعد إصابته وأدمن الكحول. وبيتضايق لما بيشوفه حاضنها وبيقع وبيعيط. وفو بياخدها وبتشوف مامتها وبتكون حالتها اتحسنت، والشي بيكون معاها وبتكون سعيدة. وفو بيسيبوا مع بعض وهي بتتكلم مع شي اللي بيعرفها إن فو هو اللي جاب فريق طب عمل
عمل لها العملية وحط لها برنامج علاج، وكمان كل يوم بيجي يطمن على مامتها. وفضل فترة وهو كان طول الوقت قدام غرفتها بعد العملية، ومامتها بتكون محرجة منه لأنها كانت بتقابله وحش في البداية، وبرغم كده عمل كل ده علشان يساعدها. ورام بتستغرب وبتسأل نفسها ايه اللي يخليه يعمل كده، برغم انه كان بيبان انه بيعاملها بشكل قاسي. وبتخرج من غرفة مامتها بتلاقيه مستنيها، وبتكون ماشية وهو بيمسك ايدها، وبتسأله لو فاكر ان بعد اللي عمله هتكون مديوناله، فبيقول لها انه مش عايزة تكون مديوناله وبيبتسم. وهي بتطلب منه ما يبتسمش فبيحضنها، وهي بتتوتر وبتزقه لانها بتكون مكسوفة من الناس وبتمشي. والمساعد بتاعه بيتصل بيه وبيبلغه ان باقي 3 ايام على ذكرى موت مامته، وبيتأخر بره. ورام بتقلق وبتحاول تقنع نفسها ما تفكرش فيه. ولما بتنزل بتلاقيه سكران، وبنعرف انه بيعيش فترة صعبة في وقت ذكرى موت مامته، وبيكون تعبان ومصاب بحمى. وبينادي باسم ران وبيطلب منها ما تسيبهوش، وهي بتحاول تصحيه فبيمسك ايدها. بعدها بتجيب له دكتور وبتفضل جنبه وبيفضل ماسك ايدها. وبتعرف انه فضل قدام قبر مامته طول اليوم وهو قاعد على ركبته، لانه شايف انه هو السبب في موتها لانها انقذته وضحت بنفسها. وبتعرف كمان انه طول الوقت عايش بالذنب، وانه حبه ليها هو اللي خلاه يتخطى الامور شويه، وانه لولا وجودها كان ممكن يموت نفسه. وتاني يوم بتحضر له الفطار وهو بيكون مبسوط وبيشكرها، وهي بتبدا تحبه وبتتوتر وبتتحجج انها نسيت الاكل على النار وبتسيبه وبتمشي بسرعه. وهو بيقرر يعمل لها مفاجاه، وبيجيب لها الشهاده بتاعتها علشان تقدر تنضم لاي فرقه، وبياخدها وبيغطي عينيها. ولما بيشيل ايده بتتفاجئ انها على المسرح، وبتساله عن السبب فبيقول لها انه هيكون في حفل خير كبير وهي اللي هتقدم العرض. وبيديها الشهاده وبتكون مبسوطه، ولما بيحضنها مش بتبعده، وبيطلب منها تجهز نفسها علشان العرض، وهي بتشكره وبتروح بسرعه. وهو بياخد قرار انه يسيبها تعمل اللي هي عايزاه حتى لو اختارت انها تنفصل عنه. وبتقدم العرض ومامتها بتكون موجوده وفو بيكون جنبها، ورام بتخلص وبتروح تقعد جنبه وبيعزمها على العشاء، وجانج بيكون قاعد ورا. ولما بيشوفها وحدها بيروح يحضنها وبيطلب منها تهرب معاه، بس هي بترفض وبتعرفه انها دلوقتي متجوزه، وبتعتذر وبتعرفه انها تساعده يتعالج وهتكون جنبه. وهو بيصرخ فيها وبيسألها لو كانت بتحب فو، وبتعرف انه حالته النفسيه مش مستقره وبتحاول تهرب، لكن هو بيمسكها وبتحاول تهديه. فبيخطفها وبيتصل بفو وبيطلب انه يجي لو عايز ران، فبيروح له وهو بيعذبها قدامه وبيهدده لو ما قتلش نفسه هيقتلها. وفو بيكون موافق ينفذ كلامه، بس جيانج بيقرر يقتلها هي كمان، وبيخرج مسدسه وبيسويه ناحيتها، وفو بيحضنها علشان يحميها. بس بيكون في قناص بيقدر يقتل جيانج، وفو بيحضر ران وبيعرفها انه كان خايف يخسرها. وفي اللحظه دي هي بتعترف له انها بتحبه وبتحضنه. وهنا بيكون خلص المسلسل. سلام.